السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل البسبوسة بطريقة سهلة جدا ومقادير سهلة ب3 مكونات بس، غير دي الايه البسبوسة. ده دقيق سايب من العلاف او العطار، بتجيبيه سايب، او في شركة دوبلر اللي هي بتاعت الدقيق دي، عاملة سميد برضو، بس انا صراحة ما دوبيلا. جربتوش. دوبيلا، شركة دوبيلا. تمام. ده 3 كوبايات سميد، اي نوع سميد ساده، ما تجيبوش البواكي. اللي عايز يعمل بالبواكي انا صراحه ما بحبهاش. ادي كده 3، وادي كوبايه سكر، المفروض كوبايه وربع، بس احنا بنحبها دلع شويه، بنكتفي بالايه باللي في الشربات كمان. السكر ده بيتحط كده معاه عشان يكرمل. تمام. ودي كوبايه الا ربع لبن، وكوبايه الا ربع سمنه. اللي عايز يقلل السمنه شويه يقللها، يبقى كوبايه وربع سكر او كوبايه. تمام. على 3 كوبايات سميد بسبوسه. طبعا انا اول ما ببدا هعمل مثلا بسبوسه ببتدي احط السكر على النار، لاني بحطها بارده، بتبقى خارجه من الفرن، واحط السكر بارد. انا متعوده يعني على كده البسبوسه من زمان. سخنه والسكر ساقع. متعودين على كده من زمان. هنحط بقى ايه؟ كوبايه ونص سكر عليهم كوبايه ونص ميه. تمام كده. يغلوا. اول ما تغلي الميه، عدي دقيقه واحده او دقيقتين بالكتير، تغلي تروحي طافيه عليها. بصوا حتى هوريكم السكر عامل ازاي. بصوا يعني انا خليتها غليت بس، وبرده ايه ما شاء الله السكر فيها حلو قوي، لان لما بيبرد بيتقل شويه. خلاص. هنبتدي بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنحط السمنه، وطبعا انا مش عايزه، هي المفروض ما تتعجنش كتير، يا دوبك بتقلبي المقادير تخلطيها ببعضيها. طبعا لا بحط بيكنج باودر ولا بحط اي حاجه، كده بس. ودهنت الصينيه بتاعتي، صينيه مقاس 28 صواني، تكون الحواف بتاعتها رقيقه كده، ما تكونش زي بتاعه البيتزا. نبتدي نحط اللبن، بس كده. يا دوبك تبقى ايه، نلمها بس كده، اهو تتحط في الصينيه اللي احنا ايه محضرينها، بس كده. ما عجنهاش كتير، يا دوبك المكونات بتاعتها تتلم بس. بسم الله. انا حاسه ان هي عايزه صينيه اكبر. اكبر. يا جماعه، انا نقلتها في صينيه 30، لاني انا اصلا متعوده بعملها في الطويله دي. بصوا الحافه بتاعتها برضو صغيره بس كبيره، كبيره عن مقاس 28. فاول مره استخدم الصواني المدوره دي 30، دي كده مقاس 30، واعملها كده عشان ايه؟ اخلي الهواء يتخللها. هخليها بقى شويه كده، مثلا مقام 10 دقايق، اما ايه اولع الفرن واسخنه. تمام. درجة حرارة 200 لو فرنك واطي، لو فرنك عالي 180 درجة على الشبكة اللي في الوسط. أول ما تلاقي الحواف بتاعتها اصفرت ولعي الشواية عليها. لو بوتاجازك كهربا ولعي برضو تحت، وارفعي البتاع شوية وعليه، خليه على 200، وبرضو تعملي الوش في الآخر. ممكن هي تحمر لوحدها في بوتاجازات، يعني على بال ما ده يصفر كده بتلاقيها حمرت الوش، حسب البوتاجاز بتاعك. لو لقيتيها ما حمرتش معاكي ولعي الشوايه عليها. تمام كده. وهخلصها ان شاء الله نعملها مع بعضينا. انا قلت لهم السكر صح. السكر بارد بتاعي، واول ان شاء الله ما تطلع هنشوف مع بعض، نسقيها الشربات ونشوفها مع بعضينا شكلها ايه. يلا كده. انا عندي لوز، لقيت عندي لوز فهحطه، اعمله بالشكل ده كده.
هو انا المفروض كان يتقشر يا جماعه، بس انا ايه بيتحمص بيبقى طعمه حلو برضو يعني، ما بيقولش لا يعني، لان انا بدأت وعملتها. هنحطه كده ونعمله الشكل ده كده، بس نحاول ننغزه قوي عشان لما نيجي نحط الشربات ما يتشالش من المكان. تمام كده زي ما انتوا شايفين الشكل ده كده. لو عندك بندق حطي، انا لقيته عندي فروحت حطاه. هزوقها بقى واخلصها واحطها في الفرن وارجع لكم تاني. كده انا خلصت اهي، حاولت اقطعها عشان السكر ايه ينزل فيها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. السكر يا جماعه بارد. بصوا دليل نجاح البسبوسه انها تشرب الشربات بسرعه. هسيبها بقى شويه وان شاء الله هتشرب كل الشربات ده. لو في زياده ولا حاجه في الشربات هنزله تاني في الحله. هنستنى شويه لغايه ما تشربها ونرجع عشان نشوفها سوا مع بعضينا شكلها بقى عامل ازاي. كده انا خلصتها اهي. بصوا السكر شربت السكر كله ما شاء الله، طريه جدا اهي. نجيب واحده في النص كده بس سخنه بقى، يا رب تطلع كويسه. حته واحده عشان سخنه معلش. مش مستحمله يا جماعه، طريه جدا. انا عايزه اطلع واحده كده برضه هتتفتفت، عايزه تبرد شويه. اهي دي اتفتفتت مني مش مشكله هناكلها، بس عشان سخنه يا جماعه. بصوا طريه ازاي، مش مستحمله. بصوا طريه وجميله ازاي، سكرها مظبوط جدا، طريه والسمنه فيها جميله، طريه جدا 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 ما شاء الله. حته قشطه بقى هنا وهتبقى تحفه. اتمنى تجربوها ان شاء الله بالهنا والشفا.